العرب اتسرقوا في كاس العالم. فعليا احنا النهارده اتسرقنا في كاس العالم. بصراحه لا تونس ولا السعوديه كانوا يستحقوا ان هم يخسروا. تونس عملت مباراه عالميه قدام استراليا، وفي الاخر استراليا جابت جون ونامت عليه وكسبت وخدت 3 نقاط وكفى المؤمنين شر القتال. اما السعوديه النهارده استحوذت على كل حاجه في المباراه، على الملعب، على الجماهير، على الضحى كلها، على المباراه، اكثر استحواذا، اكثر تسديدا، اكثر كل حاجه في كل حاجه الا حاجه واحده: التوفيق. التوفيق ما كناش اكثر حظا فيه. السعوديه بدات المباراه وكنا خايفين ان هم يبداوا بتراخي بعد نشوه الفوز على المنتخب الارجنتيني، لكن الرجاله نزلت المباراه من حديد، ضغط عالي على المنتخب البولندي واربكوهم فعلا في البدايه، لدرجه المنتخب البولندي بدا ان هم يحاولوا ان هم يمتصوا حماس المنتخب السعودي، وده ظهر لما تشيزني وقف الكره لما كانت ضربه مرمى وبدا ان هو يباصي على الارض ويهدي ويقول للاعيبته اهدوا اهدوا، وده فعلا ما حصلش. ما قدروش ان هم يمتصوا حماس الرجاله اللي هم لعيبه المنتخب السعودي، فضلوا يضغطوا لحد ما اركبوهم اخطاء بالجمله، لحد ما تبص ان هي مثلا في 20 دقيقه تلاقي المنتخب البولندي عنده 3 4 عندهم انذارات. وبالنسبه للانذارات الحكم روح يا شيخ منك لله، روح منك لله كم مره يا راجل، يلي ما بتشوفش دي كوع واضح للجميع، يعني طرد. فين الفار؟ فين الفار يا عار؟ مش الفار، انتوا اسمكم العار مش الفار. وبعدين حتى كمان في ضربه الجزاء الحارس متقدم اكتر من 10 سم، وكمان ما حدش فيكم يفكر يكلم الفار، يفكر يكلم الحكم يقول له ممكن نعيد ضربه الجزاء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. المهم كان عندنا برضو، مش عايزين نضحك على بعضينا، ان احنا كان عندنا بعض المشاكل خاصه في الجهه الشمال اللي هي كان بيلعب فيها البريك الله يسامحه، لا نفع يلعب يمين ولا نفع يلعب شمال، جاب لنا العيد الناحيه دي والناحيه دي. والله يمسيك بالخير ويشفيك يا ياسر الشهراني، كنت ماسك المنطقه دي تاكلها رايح جاي لوحدك بمعنى اصح. المهم رينر ده المشاكل اللي كانت موجوده عنده ناحيه الشمال قال لك انا عايز احلها. طب هحلها ازاي؟ خلاص تعالى يا سعود قفل المنطقه دي وتعالى يا بريك، والبريك في ناحيه اليمين مش عايز اقول حاجه. بعد البريك ما عمل كده، بعد البريك ما قدرش يأدي في المنطقه ناحيه اليمين، احنا خلاص بقى عندنا شلل، لا عندنا ناحيه اليمين بيجري كان سعود بيعملها ولا عندنا ناحيه الشمال. عمل ايه؟ قال لك خلاص اطلع البريك وانزل سلطان، وسلطان كوبي بيست من البريك، مفيش اي حاجه خالص. وبعدين النهارده في سالم الدوسري. يا سالم انا ما اعرفش انت بتنزل ليه تحت، انت بتنزل ليه تحت اصلا؟ انا مش محتاجك تحت تنزل في نص الملعب الا اذا كانت تعليمات من المدرب بقى، انت بتنزل ليه تحت؟ انا محتاجك ان انت تلعب قدام، انت راجل قدام في الخط ال 18 تقدر تراوغ 1 على 1 وتجيب ضربه حره مباشره نقدر نجيب منها جون، تعمل بيلين تسدد. تنزل تحت ليه؟ عايز اعرف انت بتنزل تحت ليه؟ بس عايزين نقول ان القدر والحظ والتحكيم كان واقف ضد السعوديه النهارده. طبعا اللعيبه عملت اللي عليها، ما كانش فيه توفيق زي ما فرحتونا في بطوله الارجنتين. انتوا احزنتونا النهارده، انا عارف ان عامل التوفيق والحظ عليه عامل كبير، ولكن زي ما انتوا احزنتونا وفرحتونا قبل كده لازم انتوا كمان تأنبوا نفسكم، لازم انتوا في غرفه الملابس تتكلموا مع بعض، لازم تقولوا لا الملايين اللي بره دي ومليارات العالم الاسلامي، انتوا وحدتوا العالم العربي كله، وحدتوا العالم العربي الاسلامي لاول مره نتوحد كلنا خلف الشاشه عشان نتفرج على مباراه. زي ما عملتوا كده انتوا رفعتوا طموحنا كانت طلعت للسماء، رفعتوها، ما ينفعش تنزل تاني. لازم ان انتوا المباراه اللي جايه تكسبوها بصوا بعافيه بذوق بتحكيم بكل حاجه، لازم نكسب بامر الله تعالى. الحاجه اللي قهرت الواحد ان انت لما تكون نازل المباراه عندك امل 90% ان انت هتكسب بامر الله تعالى، وفي الاخر تحاول والتوفيق ما يكونش معاك، لكن تيجي بعد ما دخل فيك الهدف الاول قلت هنعوض، دخل فيك الهدف الثاني قلت يعني ان شاء الله نجيب حتى جول، لكن بعد اللي حصل في اخر الدقائق دي وكان ممكن بولندا تجيب الهدف الثالث، الواحد حط ايده على قلبه وقال ربنا يستر، لان ممكن بالطريقه دي ان انت تلعب مباراه المكسيك تبقى ملهاش لازمه، لان انت لو قدر الله كان دخل فيك الهدف الثالث كان ساعتها ايه اللي هيحصل؟ كان فرصك ان انت تصعد للدور الثاني صعبه، لان فرق الاهداف له عامل رئيسي. في النهايه يا جماعه قدر الله ما شاء فعل، عملنا اللي علينا، واللعيبه تاني زي ما فرحتونا ورفعتوا طموحنا لفوق حرام عليكم لو نزلت تحت تاني، وكفايه علينا كلمه التمثيل المشرف في كاس العالم، عايزين مره نصعد الدور الثاني. يا رب قولوا يا رب. سلام.